بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم من جديد طلاب وطالبات الصف السادس في مدرسة دار السلام الخاصة. هذه مس إخلاص تحييكم. سنبدأ بشرح الجزئية الثالثة من الدرس الأول، الحياة الدينية والاجتماعية. نكتب هذا السؤال على دفترنا بخط جميل ومرتب ثم نجيب عنه إجابة صحيحة. السؤال يقول: ضع إشارة صح أو خطأ أمام العبارات التالية. أولا، يعيش البدو في المدن. نقول: خطأ. البدو لا يعيشون في المدن، إنما يتركز وجودهم وفقا لمعلوماتنا السابقة بأنهم يتواجدون في الصحاري. 2. المواطن الصالح يتمسك بالعادات الإيجابية. نقول: صحيح، إجابة صحيحة. الآن نتعرف على عناصر الدرس. سنتعرف على المقصود بالعادات، ثم سنذكر أمثلة على عادات إيجابية وأخرى سلبية عند العرب قبل الإسلام، وسنتطرق للمناطق التي يسكنها العرب الحضر والمناطق التي يسكنها العرب البدو طبعا، وأيضا سنختم بوصف لحياة العرب البدو. الآن نبدأ بالتعرف على مفهوم العادات، وكذلك التعرف على أمثلة على عادات إيجابية وسلبية عند العرب قبل الإسلام. نقرأ النص التاريخي التالي ثم نجيب عن الأسئلة التي تليه. نقول: اتسمت مرحلة ما قبل الإسلام. ما معنى كلمة اتسمت؟ بمعنى تميزت أو اتصفت. أحسنتم. مرحلة ما قبل الإسلام اتسمت أو ما يعرف بالعصر الجاهلي بوجود عادات مختلفة، منها الإيجابية. يعني في العصر الجاهلي أو في عصر الجاهلية قبل الإسلام كان هناك الكثير من العادات الإيجابية وكذلك السلبية. الإيجابية كالشجاعة والكرم والنخوة، يعني كان العرب لديهم شجاعة، شجعان في حروبهم ومعاركهم، وأيضا يتميزون ويتصفون بالكرم، بمعنى لو جاءهم الضيف يكرمونه على أكمل وجه. ولديهم نخوة، في أي مشكلة أو أي حدث يحدث فلديهم نخوة يبادرون لحل هذه المشكلات والتصدي لها. أما العادات السلبية هنا يقول: وأخرى سلبية مثل وأد البنات. ماذا نعني بوأد البنات؟ مرت علينا سابقا ضمن دروس التربية الإسلامية في الصف السادس. وأد البنات بمعنى دفن البنات وهن أحياء، يعني كان الرجل بمجرد ما زوجته تنجب بنت أو فتاة يقوم بدفنها وهي حية. يكرهون إنجاب البنات. هذه كانت عادة من العادات السلبية. والربا، ماذا نقصد بالربا؟ الربا مثلا أنا استلفت من صديقي 20 شيكل، واشترط صديقي علي إني أرجع له إياهم بعد شهر 30 شيكل، فالزيادة على المبلغ هذا يعتبر ربا. هذا مال حرام، هذه عادة سيئة. كما اتسمت بالحروب والغزوات والغارات بين قبائلها الكبيرة والصغيرة. يعني فترة العصر الجاهلي تميزت بوجود الحروب والغزوات والأحداث آه، بين القبائل، سواء كانت كبيرة أم قبائل صغيرة، ومع الأقوام المجاورة. إذن الآن سمينا أو ذكرنا أمثلة على عادات إيجابية وسلبية. طيب مين يعطينا أمثلة أيضا على عادات إيجابية وسلبية أخرى غير متوفرة في النص أو غير مذكورة في النص؟ نيجي للعادات السلبية. خلينا نقول شرب الخمر. كانوا قديما يشربون الخمر في عصر الجاهلية. والأخذ بالثأر، يعني بمجرد ما شخص يموت في أحد الحروب أو الغزوات أو المعارك أو الغارات، فبالتالي هم يصمموا على معرفة من الذي قتله ويقوموا بأخذ الثأر، يعني يقتلوا شخص من قبيلة أخرى. قبيلة وقبيلة أخرى تنازعوا، قتل شخص من القبيلة الأولى، تقوم القبيلة الثانية بقتل شخص من هذه القبيلة. أيضا حكينا الربا، وقلنا أيضا وأد البنات، هذه ذكرت في النص. أيضا كانوا يلعبون القمار، وكذلك كانوا يعبدون الأصنام والأوثان. قلنا أيضا دفن البنات وهن أحياء بمعنى وأد البنات. إذا هذه أمثلة على عادات سلبية.
أما بالنسبة للعادات الإيجابية عند العرب قبل الإسلام: الكرم، الشجاعة، الوفاء، إغاثة الملهوف. بمعنى لو شخص طلب مساعدة ونجدة جاءهم يطلب مساعدتهم ونجدتهم، فإنهم يغيثونه ويساعدونه. وكذلك يحترمون كبار السن ولديهم صدق ويكرمون الضيف، وعندهم قوة الصبر والتحمل والشجاعة والنجدة واحترام الجوار، يعني يحترمون القبائل والأقوام المجاورة. هذه هي عادات إيجابية. الآن أنت يا مس عمالك تحكي لنا عادات إيجابية وسلبية، ماذا نقصد بالعادات؟ وماذا نعني بمفهوم العادات؟ حاليا بنحكي إنه إحنا في مجتمعنا عنا عادات. إيش يعني عادات؟ نقول بأن العادات عبارة عن أمور ومسائل اعتاد الناس على أن يقوموا بها بشكل متكرر ومستمر في حياتهم حتى أصبحت مألوفة وغير مستغربة. مألوفة يعني الناس أول ما تشوف شخص بيتصرف في هذه العادة ما حد بيستغرب، ما بيكون إشي غريب بالنسبة لهم، بالعكس هم متعودين عليه. فبالتالي نقول بأن العادات هي الأمور والمسائل التي اعتاد الناس، تعودوا الناس أنهم يقوموا فيها بشكل مستمر بحياتهم، فبالتالي هي أصبحت غير مستغربة ومألوفة. الآن نكتب هذه الأسئلة على دفترنا ثم نجيب عنها إجابة صحيحة. أنا راح أذكر الإجابات فقط، اكتب ما تشير إليه عبارة. الإجابة هي مفهوم أو تعريف العادات. بالنسبة للجدول: العادات الإيجابية عند العرب قبل الإسلام: نقول الكرم والوفاء، إغاثة الملهوف، الصدق، إكرام الضيف، الصبر والتحمل، الشجاعة، النجدة، احترام الجوار، احترام كبار السن. أما العادات السلبية: شرب الخمر، الأخذ بالثأر، الربا ولعب القمار، عبادة الأصنام والأوثان، وكذلك وأد البنات وهو دفن البنات وهن أحياء. هكذا تكون النقطة الأولى والثانية في الدرس انتهت. الآن نتعرف على النقطة الثانية والثالثة. النقطة الثانية والثالثة والتي تتحدث عن حياة البدو وحياة الحضر. العرب انقسموا إلى قسمين: منهم من هم بدو ومنهم من هم حضر، يعني أكثر تطورا. الصورة الأولى كما نشاهد هي صورة تعبر عن حياة البدو، والصورة الثانية تعبر عن حياة العرب الحضر. ما الفرق بين الصورتين؟ نقول بأن الصورة الأولى يعيش البدو في خيام، هذه الخيام مصنوعة من شعر الحيوانات وصوف الأغنام. أما في الصورة الثانية فيعيش العرب الحضر، يعني الأكثر تطورا، في مساكن عبارة عن مباني وبيوت عمارات. تمام. ولكن طبعا هذا وصف للمساكن التي يعيش فيها كل من البدو والحضر. أما بالنسبة للأماكن التي يتركز فيها وجود العرب الحضر نسميها كما هو معروض أمامنا في الخريطة: يعيشون في العراق وبلاد الشام ومدن الحجاز وكذلك في اليمن. أن 4 مناطق يتركز وجود العرب الحضر فيها: العراق، بلاد الشام، مدن الحجاز، واليمن. أما بالنسبة للبدو، عادة البدو وين بتركز وجودهم؟ في الصحاري. بالتالي هي حياتهم قاسية، يعني ما فيش إشي مريح في حياتهم، كل حياتهم عبارة عن أن حياتهم قاسية وفيها شقاء نتيجة لظروف البيئة الصحراوية. طبعا ظروف البيئة الصحراوية قاسية من حر وعدم توفر للمياه وعدم توفر فرصة مناسبة للزراعة، ولا تتلبى كل حاجاتهم الخاصة إلى آخره. الآن نجيب عن هذا الجدول، سيتم توزيعه على الدفتر وإلصاقه ثم الإجابة عنه إجابة صحيحة. مقارنة بين وصف حياة العرب الحضر ووصف حياة العرب البدو. نقول وصف حياة العرب الحضر: مساكنهم عبارة عن بيوت وقصور، مباني. أهم المناطق التي عاشوا فيها، بحكي لي مناطق عاشوا فيها، بدي أذكر له: اليمن، الشام، العراق، ومدن الحجاز. وكذلك قلنا اليمن والشام والعراق ومدن الحجاز، هذول الأربع مهمين. حياتهم كلها عبارة عن شو؟ عبارة عن ترف ورفاهية، يعني متوفر لهم كل مقومات حياتهم. أما وصف حياة العرب البدو نقول مساكنهم عبارة عن خيم مصنوعة من الشعر والصوف، وحياتهم قاسية بسبب ظروف البيئة الصحراوية
حياتهم قاسية بسبب ظروف البيئة الصحراوية التي يعيشون فيها. أخيرا بالنسبة للتقويم الختامي نجيب عن السؤال السادس صفحة 10 من الكتاب المدرسي ونغلق درسنا بماذا تعلمنا في حصة اليوم. سنستمع لإجاباتكم داخل الغرفة الصفية. إلى هنا أحبائي تنتهي الجزئية الثالثة من درس الحياة الدينية والاجتماعية عند العرب قبل الإسلام. إلى اللقاء.